السلام عليكم ومرحبا بكم معايا مرة أخرى على قناة وصفاتي لأحلى السيدات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. الوصفة ديال اليوم عبارة عن كيكة محشية بواحد الحشوة رائعة. نخليكم معايا باش تكتشفوا هاد الحشوة، ما تمشيوش بعيد، خليكم معايا. بالنسبه للكيك غادي نحتاجو جوج كيسان ديال الدقيق عامرين كما كتشوفوا، كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، 3 ديال البيضات، السكر الفاني، 8 غرام ديال خميره الحلويات، واحد دانون طبيعي بلا سكر. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو 2 معالق ديال الزبده دايبين، 2 معالق ديال النوتيلا، 8 ديال حبات البسكوي اوريو، و5 ديال حبات بسكوي ماريا او اي بسكوي عندكم. غادي ناخذوا البسكوي اول حاجه وغادي نقطعوه قطع صغيره على هذا الشكل هذا، يعني البسكوي اوريو نقطعو قطع صغيره. غنزيد عليه ماريا حتى هي غادي نقطعها، يعني تقطيع غير عشوائي صغير وانما يكون صغير. من بعد غادي نزيد الزبده الدايبه، وغادي نزيد نوتيلا، وغادي نخلط المكونات مزيان مع بعضهم حتى يتجانسوا. من بعد ما تجانسوا حصلت على واحد الخليط على هذا الشكل، غادي نخليه جنب وغندوز تحضير الكيك. بالنسبه للكيكه غناخذ الخلاط الكهربائي غنعمل فيه البيض، وغنزيد عليه الفاني والسكر والزيت والياغورت من غير الطحين والخميره اللي غادي نغربلهم، وغادي نطحن هذا الخليط ونزيدهم عليهم. غربلت الطحين والخميره، الخليط ديال البيض طحنته حتى هو، غادي نزيدهم على بعض وغادي نخلط المكونات كاملين مع بعض باش نحصل على خليط ديال الكيك. من بعد ما خلط المكونات مع بعض حصلت على خليط ديال الكيك، ما ثقيل ما سائل، على هذا الشكل هذا. غناخذ المول ديال الكيك اللي عندي مدهون من قبل، والحشوه حتى هي عندي واجده، غنوضع في المول نصف كميه ديال الكيك، وغادي نوزع الحشوه في الوسط ديال الكيك. وتحاولوا ما توصلوهاش يعني الجوانب، لا من الوسط ولا من الجناب، تبقى الحشوه غير في الوسط، لان كما كتعرفوا الحشوه فيها الشوكولات، يعني ودا قصت المول في الجناب غيبدا يذوب الشوكولات، وحنا ما خصناش يذوب ويخرج من الجناب، يبقى غير في الوسط ديال الكيكه. يعني نتوما كتنزلوا الحشوه وتحاولوا تحطوها في الوسط فقط. كما شفتوا عملت الحشوه غير في الوسط، يعني بعيد على جوانب. غادي نوضع الخليط ديال المتبقي ديال الكيك فوق منه، نحيت نغطي ديك الحشوه كامله ما تبقاش تبان.
من بعد ما غطيت الحشوه ديالي بالخليط الكيك المتبقي كامله، غادي ندخلها الفران على 170 درجه من تحت حتى طيب بحال الكيكه العاديه، ومن بعد تشعلها تحمر من الفوق. ها هي من بعد ما طابت معايا خرجتها. يعني كتجربوها بواحد الموس اولا بشي عود خشبي من الوسط تعرفوا واش طابت. كنخليوها واحد شويه حتى تدفى في المول، ومن بعد كنقلبوها فوق واحد الشباك ونخليوها حتى تبرد تماما. وغندوزو التزيين ديالها. انا زينتها بالكلاصاج ديال الشوكولاط اللي عملت فيه 50 مليلتر ديال الكريمه السائله و70 غرام ديال الشوكولاط الاسود. الكريمه سخنتها، من بعد غنزيد على الشوكولاط وهي سخونه وغنخليها واحد شويه على ما يبدا يذوب الشوكولاط، وغادي نخلطهم مع بعض حتى نحصل على واحد الصلصه متجانسه. كما شفتوا هي الصلصه اللي حصلت عليها. غادي نغطي بها السطح ديال الكيك، ومن بعد غادي نزوقو بواحد 4 ديال الحبات ديال اوريو اللي فتتها. يعني المجموع ديال الاوريو اللي غنحتاجو في هذا الكيك كامل بين التزيين وبين الدخلاني 12 حبه. الصراحه البنات هاد الكيكه كتجي غزاله والمذاق ديالها مختلف، غادي تجربوها واكيد غادي تعجبكم. وها هي كيفاش كتجي من الداخل، كتجي فيها داك الحشوه رائعه، والكيكه حتى هي كتجي مزيانه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء، مع السلامه.